طبعا انت لاحظت ان اي مهارة جديدة انت عايز تعملها او اي حاجة جديدة بتبدأها، بتلاحظ ان اول مثلا شهر لشهرين في تطور كبير بيحصل، بس بعدها بتلاحظ ان في بلاتو غريب كده. يعني انت نفترض انك بتتطور كده، فجأة في بلاتو غريب بيحصل وانت مش عارف لا تطلع منه، وحتى مستواك ممكن ينزل كمان. تمام. فده حرفيا بيبقى شكل تطورك. ماشي. فانا جمعت النهارده حوالي 7 ولا 8 حاجات انت لو عملتهم فانت بتضمن لنفسك الفشل حرفيا. تمام. وبتضمن لنفسك كمان انك اصلا بتبقى عمال تفكر في الحاجه بس، ومش قادر تعملها ولا قادر تطور فيها، فبتوصل لمرحله انك خلاص بتفشل يعني في الموضوع. بس قبل ما ابدا، بس حابب اتكلم عن زي انالوجي معينه انا سمعت عنها، وهي فكره رخصه السواقه. تمام. طبعا انت لما ابوك يجيب لك عربيه وبلغت بقى وكده، فتروح تعمل رخصه سواقه. ماشي. فبتلاحظ انك اول ما تركب العربيه، انت ممكن تكون فاهم العربيه بتمشي ازاي وكده، بس انت بتبقى حمار. تمام. ما بتبقاش عارف ازاي العربيه بتلف، ازاي بتاخد يوتيرن، ازاي بتسرع، ازاي بتبطأ كده. وتلاحظ ان الدوسه بتاعتك غريبه. تمام. فانت الحاجات دي كلها تقدر تتعلم عليها، ويا اما بتجيب حد يعلمك او حد من اهلك بيعلمك، يعني بيفضل قاعد جنبك. كل ما تعمل مشكله يقول لك اه انت، لا انت بتدوس على بتاعه البنزين بشكل جامد. تمام. دوس عليها بالراحه المره الجايه وانت طالع. تمام. الفرامل نفس الحاجه، انت بتدوس عليها بشكل جامد، المره الجايه حاول تبطأ شويه الدوسه. ماشي. فانت يعني بتبدأ حرفيا من الصفر. ماشي. تبدأ من الصفر، وبتلاحظ ان انت مع الوقت مستواك بيعلى، مستواك بيعلى، مستواك بيعلى، لحد ما توصل لمرحله انك خلاص خدت الرخصه. ماشي. لما تاخد الرخصه ايه اللي بيحصل؟ انت مستواك بيفضل زي ما هو، ممكن يعلى شويه. تمام. بس ال 30 ولا ال 40 سنه الجايه اللي انت هتسوق فيهم غالبا هيفضل زي ما هو. ماشي. وانت اكيد بتشوف مثلا في الطريق وكده رجاله عواجيز في السبعينات ولا الثمانينات، مش للدرجه دي، بس بتلاقيهم اللي هم كبار في السن وبيسوق بقالهم 30 ولا 40 سنه. تمام. ليه ده مش احسن من الدرايفرز بتوع الاف 1 مثلا؟ تمام. مع انه بيسوق بقاله 30 40 سنه، مع انه اللي هو فاهمني، برغم كل المده اللي قاعد يسوق فيها مستواه ثابت. تمام. ليه؟ لان هو وصل لمرحله معينه ما عادش بياخد فيدباك للشغل بتاعه. وصل لمرحله معينه اللي هو خلاص كل الفيدباك اللي كان بياخده وهو بيتعلم السواقه وقف، فما عادش هيتطور. دي حاجه طبيعيه. ماشي. يعني انت دايما في نصيحه بتسمعها اللي هو انت عشان تطور في حاجه معينه هتعملها كتير ومش عارف ايه. الموضوع ده ممكن يظبط في البدايه، بس برضو انت هتوصل لمرحله معينه مستواك هيفضل ثابت فيها، مش هتعرف تتطور. وده ينقلنا للحاجه اللي احنا فعلا بنفقدها في الفكره دي. هي حاجه اسمها deliberate practice. ماشي. او البراكتس او الممارسه المتعمده للحاجات اللي انت ناقص فيها. تمام. نفترض مثلا انك بتلعب جولف. ماشي. اول ما تروح تلعب جولف، انت هدفك الوحيد انك تحط الكوره في الخرم اللي بيبقى في الملعب. ماشي. فانت ايه ده المهم، هدفك انك تدخل الكوره هنا. تمام. ايا كان بقى التكنيك عامل ازاي، توصل لمرحله انك مثلا ليك ضربه معينه بتبقى كويسه، انما الطريقه التانية اللي انت بتضرب بيها الكرة البعيده مثلا انت ضعيف فيها. فانت بتعتمد كل اعتمادك على الضربه اللي انت كويس فيها، اللي هي على الارض مثلا. نفترض ان البتاع ده بعيد، فانت هتفضل ماشي الطريق ده كله عمال تضرب في الكوره؟ اكيد لا. فانت هنا بتوصل لمرحله انك خلاص لازم تتعلم ازاي تضرب الكوره لمسافه بعيده. فانت لازم تعمل deliberate practice، انك تمارس الحاجات اللي انت مش كويس فيها، انك تضرب الكوره بعيد. نفس الكلام في السواقه. انت اول ما بدات سواقه ما كنتش كويس في انك في اليوتيرن مثلا، ما كنتش كويس في انك تسرع بالعربيه وتفهم الطريق ماشي ازاي والعربيات جايه منين وكده. بس مع الممارسه كل ده هيجي في المشوار يعني. تمام. هي الفكره فكره deliberate practice، انك الحاجه اللي انت ضعيف فيها تقعد تحاول فيها لحد ما تتحسن فيها. وده الفرق بين الشخص البروفيشنال البرو والشخص الاماتشر. تمام. الشخص الاماتشر والبرو هما الاثنين بيلعبوا نفس الحاجه، هما الاثنين بيعملوا نفس الحاجه كل يوم تقريبا،
بس البروفيشنال بيركز اكتر على المشاكل اللي عنده، انما الاماتشر مش بيركز على المشاكل اللي عنده. ده غير بقى الحاجات التانية اللي بتدخل في البروسيس كله. بس فكرة deliberate practice انك انت عندك زي فلوز في الطريق بتاعك، تمام، او في اللعبة بتاعتك، وانت بتحاول تحسن فيهم. ماشي، هو ده اللي بيأهلك انك تبقى كويس في الحاجة اللي انت بتعملها او انك تتطور فيها. ماشي. تاني حاجة بتمنعك على التطور هي ان مفيش تضحية. واغلبنا اصلا فاهمين فكرة التضحية غلط. احنا فاكرين التضحية انك مثلا ما تروحش تاكل ماكدونالدز الساعة 2 بالليل، ولا اللي هي حاجات عبيطة كده احنا بنقعد. انما يعني انت عارف، انت اكيد وصلت بيك مرحلة انت فهمت يعني ايه تضحية بجد، اللي هو انت وصلت وقعدت تفكر كده في موقف معين انت فيه، وفهمت دي تضحية. يعني انا لو ضحيت بحاجة معينة، الفكرة في التضحية انك بتنقص حاجة. انما انت لو رحت وكلت ماكدونالدز او ما كلتش ماكدونالدز، انت لو ما كلتوش مفيش اي حاجة هتنقص من التجربة بتاعتك، فاهمني؟ انت بس فكرة انك مش هتروح تاكل ماكدونالدز هي دي اللي هتنقص. انما ايه هي التضحية الحقيقية فعلا؟ التضحية الحقيقية هي انك تضحي فعلا وتنقص حاجة، او تحس انك هتنقص حاجة من البروسيس كله. تمام. نحط مثلا كام حاجة. نفترض انك في فترة دراسة، ماشي، او في فترة عادية اجازة مثلا، واصحابك يقولوا لك تعالى نطلع، ماشي، وانت عارف بقى ان الفترة دي انت مظبط حياتك شوية، بتصحى الساعة 5، ماشي، وبتشتغل على البيزنس بتاعك او بتشتغل على اي حاجة تانية، و... وبتتمرن، تمام. نفترض انك فعلا طلعت مع صحابك. انت لما تطلع مع صحابك هترجع البيت متأخر، غالبا هترجع بالفجر، هترجع مثلا الساعة 3، ماشي. مش هتعرف تصحى الساعة 5 يعني منطقية. ممكن لو انت ضغطت على نفسك تصحى مثلا الساعة 9. هتصحى الساعة 9 بس تبقى تعبان، مش هتعرف تبقى في البرفورمانس الكويسة بتاعتك. تصحى الساعة 9، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تتمرن، كل حاجة في يومك هتبوظ. وغالبا الموضوع ده عشان تتعافى منه، يا اما هتتعافى تاني يوم لو انت شادد على نفسك شوية، او هتقعد مثلا اسبوع، تمام، عشان تعرف تتعافى من الفشخ اللي حصل لك ده كله. فانت لو قلت لهم لا انا مش هطلع وكده، فانت فعلا انت ساعتها بتضحي، لان انت احنا عارفين احسن تجربة ممكن تمر بيها كشاب انك تقعد تخرج مع صحابك. تمام، هي دي حرفيا احسن حاجة ممكن، يعني احسن تجربة بجد ممكن تاخدها في حياتك، هي انك تخرج مع صحابك وتقعدوا تضحكوا ومش عارف ايه. بس انت لو ضحيت عشان اي حاجة تانية انت بتعملها، فهي دي تعتبر تضحية فعلا. وده مش المثال الوحيد، بس دي حاجة بس عشان توضح لك الفكرة اكتر. ماشي. حاجة تانية هي فعلا بتاخد من البوتنشال بتاع ناس كتير، الشذوذ بتاع فكرة اللون وولف، او انا اعرف اعمل كل حاجة لوحدي، وانا عارف كل حاجة ومش محتاج حد معايا وهعمل كل حاجة. عشان كده انا عايز احكي لك قصة. كان في عندنا في المدرسة كان في مسابقة كده، ايا كان اسمها، بس كانت مسابقة ليها علاقة بفكرة بيزنس، تمام. المهم انا كان عندي جروب، وناس تانيين كان عندهم جروب، كان تقريبا 5 جروبات تقريبا، ماشي. كل جروب كان تقريبا 6 اشخاص. ولاحظنا ان يوميها واحنا بنقدم وكده، في واحد طلع عمل البرزنتيشن بتاعته، عملها لوحده. انت متخيل يعني؟ هو رايح ينافس تيمز، حرفيا تيمز فيها كام واحد، وهو قاعد لوحده. طبعا انت عايز تتوقع ايه اللي حصل. البرزنتيشن بتاعته طلعت خرا، الباوربوينت بتاعه طلع خرا، يعني حرفيا اصلا ما كانش في الرانكينج اساسا. تمام. الناس كلها استغربته، انت رايح تعمل ايه لوحدك؟ والمشكله هنا ان انا مش بقول لك دايما ان دي حاجه ممكن تبقى ثابته وكده، لان في فعلا افراد احسن بكتير من المجموعات. بس المشكله هنا ان هو اصلا كان متخلف، لان هو عنده العقليه دي من البدايه، ماشي. فطلع فشل في اللي هو عمله. بس هحكي لك مثلا عن الجروب بتاعي انا اللي عملت فيه كل حاجه حرفيا. انا اللي عملت فيه الباوربوينت، انا اللي عملت فيه الفكره، انا عملت كل حاجه. طبعا الناس اللي معايا ما اضافوش ليا حاجات كتير، بس احنا كنا طالعين تيم، تمام. وطبعا في شويه حاجات ضافوها ليا، اللي هي افكار شويه عملوها لي، وانا لسه فاكر فكره المشروع لحد دلوقتي. بغض النظر يعني طلعنا مركز ثالث، عشان البرزنتيشن كان المفروض تبقى في اقل من 8 دقايق، وقالوا لنا قبلها بيوم الموضوع ده. يعني انا كنت مخطط انها تبقى نص ساعه ولا حاجه،
تمام، بس اللي حصل يعني. فعشان كده انت ما تبقاش شاذ، بلاش فكرة ان انا هعمل كل حاجة لوحدي، لان انت مش هتعرف. ايلون ماسك ما بيعملش كل حاجة لوحدي، حاجة لوحده، كل حاجة لوحده. جيف بيزوس ما بيعملش كل حاجة لوحده. الناس دي ما بتعملش حاجة لوحدها. اي حد بيوصل لمستوى كويس غالبا مش هيعمل حاجة لوحده. تمام، فبلاش نضحك على بعض. ماشي. أسوأ نوعية من البشر ممكن تقابلها في حياتك هي الناس اللي بتبقى كسولة وفي نفس الوقت عندها أهداف كبيرة. وأنت أكيد تعرف حد كده أو أنت نفسك كده. المشكلة في النوعية دي من البشر إنك صعب تغير منهم. صعب إنك تبقى كسلان وعندك أحلام كبيرة وكده وتغير من المسألة دي، لأن أنت عندك حل من اتنين: يا إما تبطل تبقى كسلان، ودي تعتبر حاجة صعبة أوي بالنسبة لناس كتير، يا إما إنك تبطل تبقى شغوف أو عندك أحلام كبيرة وكده. تمام، ودي برضو حاجة صعبة، لأن أنت في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي برضو انت كل حاجة قدامك، كل حاجة باينة قدامك، حياة الفقراء باينة قدامك، حياة الناس الأغنياء ودي أهم حاجة باينة قدامك. ماشي. فأنت صعب جدا إنك تحاول تشيل الحياة دي من قلبك. يعني أنت في الانستجرام بس أنت بتشوف الناس الأغنياء بياكلوا إيه، الناس الأغنياء عايشين إزاي، أفراح الناس الأغنياء عاملة إزاي. عشان كده تلاقي البنات دلوقتي عندهم توقعات عالية، وهي يعني البنات دلوقتي حاجة تحرق الدم الصراحة. بتبقى مش حلوة وشكلها زي الخرا وكده، وتبقى عايزة فرح نفس بتاع البنت الانفلونسر اللي مش عارف عملت فرحها قدام الأهرامات ومش عارف ايه، وهي في في السوق بتاعهم ما تسواش 3 جنيه، يعني بغض النظر يعني. خلينا نرجع لموضوعنا. تمام. فانت عشان كده فكرة انك تبقى كسلان وفي نفس الوقت عندك احلام كبيرة، انت حرفيا انت مش هتعرف تعيش، لان انت كسلان فحياتك هتبقى خرا. تمام، او حياتك هتبقى افريج، بس انت الافريج مش كويس بالنسبة لك، فانت مش عاجبك مكانك. تمام. وفي نفس الوقت انت ambitious، يعني عايز تعمل حاجات، عايز تشوف الدنيا، عايز مش عارف تعمل ايه، بس انت برضو كسلان. فمش هتعرف، مش ه... الحاجتين دول تقريبا أسوأ صفتين ممكن تبقى عندك. لو انت كسلان وفي نفس الوقت ambitious، فانت اللي هو ضيعت حاجات كتيرة من نفسك، اللي هو بجد انت توصل لمرحلة انك دماغك انت مش انت حرفيا بتفقد عقلك وممكن تلجأ للمخدرات ومش عارف ايه. فاهمني؟ لدرجة ان انت اللي هو خلاص بجد يعني. وانت لو كده يعني دي مش اخر الدنيا، يعني انت هتقدر تتعافى من الموضوع انك تاخد اكشن بسيط، او انك تبطل تبقى كسلان. طبعا فكرة انك تقلل اهدافك وكده وتقلل الامبيشن اللي عندك حاجة مش منطقية، لانها حاجة صعبة انها تتعمل، لان انا زي ما قلت لك انت عارف انت تقدر توصل لفين. فاهمني؟ ففكرة انك عارف انك تقدر توصل لفين دي حاجة صعبة انك تشيلها من دماغك، لان انت بص نفترض اسوأ سيناريو ممكن يحصل، انك بقيت بني ادم افريج ماشي، او بلو افريج مثلا. الحياه دي انت عارفها كويس، تقريبا حياه اهلك، حياه اجدادك. فاهمني؟ فانت دي مش حاجه جديده عليك، انما انت عايز الحاجه الجديده اللي هي انك تبقى above average او high level شويه. ماشي، انك تسافر، انك تعيش في اماكن كويسه. فاهمني؟ انما الحياه العاديه انت خلاص ما عادش بيجيلك منها اللي هو. انما في ناس حرفيا الافريج بالنسبه لهم حاجه كويسه، اللي هو راضي. تمام، ان هو بيعمل 10,000 جنيه في الشهر وعايش لوحده ومش عارف، هو راضي بالموضوع ده، هو ده هدفه حرفيا. تمام. انما انت مش تبقى راضي بالحاجه دي، هتبقى متضايق منها. ماشي. حاجه كمان انك بتستسلم بسرعه جدا. ماشي. في حاجه عايز اقولها لك: انت نفترض انك بادئ بيزنس جديد مثلا، او بدات تعمل حاجه جديده، او دخلت رياضه جديده مثلا. ماشي. في انت في مشوارك، نفترض ان انت في المشوار بتاعك ده، المشوار مثلا في عقبات. يعني العقبة الأولى، العقبة التانية، التالتة، الرابعة، لحد ما توصل للحاجة اللي أنت عايزها. نفترض إن دي الحاجة اللي أنت عايزها. تمام. طبعا أنت كل عقبة بتعدي بيها، نفترض إنك عديت الأولى تمام كويس، عديت التانية كويس، أنت مستوعب إيه اللي حصل في المرحلتين اللي فاتوا دول أو العقبتين اللي فاتوا؟ في ناس وقعوا، في ناس ما كملوش، أنت كملت، يعني أنت أحسن منهم، أنت توصل لمرحلة أحسن منهم. لكن أنت وصلت على العقبة التالتة وقعت، في ناس غيرك عدت. انت لو كنت عديت او فكرت في حاجه تعدي بيها، فانت كنت هتتاهل للمرحله دي وقربت انك توصل خلاص. فاهمني؟ انما في ناس برضو عدت وقعت هنا،
في ناس بقى هتعدي على الاخر، فاهمني؟ فانت كل ما توصل لمرحله صعبه شويه او حاجه سواء في البيزنس، سواء في الرياضه، سواء اي حاجه تانية، تحس انك مش عارف تطلع منها، افتكر الفكره دي ان في ناس اصلا وصلت للمستوى بتاعك واستسلمت. في واحد معاك دلوقتي في نفس الحاجه واستسلم منها، انما انت هتكمل، ماشي؟ عشان في غيرك استسلم، انتوا في منافسه مع بعض من الاخر، فاهمني؟ حاجه كمان بتخليك مش عارف تبدا الحاجه او بتخليك مش هتتطور فيها، انك خايف. تمام؟ انك خايف وفكره انك مش عارف انت رايح فين او مش عارف تختار ايه. ودي حاجه متخلفه بجد. يعني انا لما سمعت الموضوع ده انا قلت طب ليه؟ نفترض ان في طريق، ماشي، وانت ماشي بالعربيه بتاعتك عادي، نفترض ان ده عربيه، وفي اخر الطريق في مسارين، مسار على اليمين ومسار على الشمال. فانت هتعمل ايه في الفكره دي وانت مش عارف انت رايح فين؟ تمام؟ وماشي في طريقك والموبايل فصل، نفترض مفيش جوجل مابس، هتعمل ايه؟ هل هتفضل واقف مكانك زي المتخلف وتقعد تفكر اروح فين، طب اعمل ايه، مش عارف ايه، اختار اي طريق، اعمل اي بيزنس موديل، طب ايه الفكره اللي اعملها، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه؟ ولا هتبقى بني ادم طبيعي وتمشي بالعربيه حرفيا وتشوف اليمين، شوف المشوار اليمين ايه اللي فيه، ما عجبكش تمام هتاخد يوتيرن ترجع على الشمال، مش حوار، فاهمني؟ ففكرة انك خايف او مش عارف انت رايح فين او مش عارف تختار اي طريق او اي بيزنس موديل او اي رياضة او اي مش عارف ايه، يعني احسن نصيحة انا بديها للناس، جرب اللي قدامك. يعني انا لما اي حد من صحابي يسألني طب يا اسطى اعمل اي بيزنس موديل مش عارف ايه، بقول له يا اسطى جرب اللي انت عارفه. انت لو عارف حاجة على الدروب شيبينج جربه، تمام؟ نفترض هتفشل فيه وده غالبا هيحصل يعني، هتفشل فيه مش حوار، هتستفيد منه حاجات تنقلها للبيزنس موديل اللي بعده. هتفشل في البيزنس موديل اللي بعده، هتستفيد منه حاجات هتفيدك في البيزنس موديل اللي بعده، عادي. الحياة بتمشي، تمام؟ هتقدر برضو ترجع يوتيرن وتاخد الطريق التاني، مش حوار، دي مش اخر الدنيا. اه ممكن تنجح من اول واحد عادي، برضو بتحصل، بس حاجة unlikely شوية، تمام؟ اخر حاجة ودي تقريبا اهم حاجة في الفيديو كله، يعني انت لو هتطلع من الفيديو ده بحاجتين تقريبا، هي موضوع deliberate practice، وموضوع انك متبقاش ايموشنال، تمام؟ لان احنا اي حاجة جديدة بنبدأها، نفترض انك بدأت تمرين مثلا، نفترض انك بدأت رياضة جديدة، نفترض انك بدأت بيزنس جديد، انت غالبا هتتوقع في البداية ان ده الجراف بتاع تطورك، انك انت اليوم الاول، اليوم التاني، اليوم التالت، اليوم الرابع، انت تفترض انك بتطلع كده، صح؟ دي حاجة غلط، لان مفيش حاجة في العالم بتمشي كده، مفيش، انسى، مفيش حاجة بتمشي كده. انما الجراف الحقيقي بيبقى كده بجد، الجراف الحقيقي بيبقى ماشي كده زي ما انت كنت شايف. اول شهر مفيش نتيجة، تاني شهر برضه مفيش نتيجة، تالت شهر مفيش نتيجة برضه. انما في رابع شهر او في رابع سنة على حسب الحاجة اللي انت فيها، بتلاحظ ان فجأة في اوفر نايت سكسس حصل، ماشي؟ لان كل ده اتراكم على بعضه وبقى في المرحلة اللي انت فيها دلوقتي. انما الشكل ده شكل غبي شوية، لانه غالبا ما بيحصلش. انت مش من اول يوم هتلاقي نتيجة، مش من تاني يوم هتلاقي نتيجة، انت كل ده بقى في ثبات حرفيا وفجأة الدنيا بتطلع معاك، فاهم الفكرة؟ طبعا هي فكرة انك تتطور وكده، الموضوع بيبقى صعب نفسيا شوية علينا عشان احنا عندنا اللي هو فاهمني افكار غلط، زي ان احنا بنتطور بطريقة غبية كده، مع ان احنا الحياة فعلا بنمشي كده. وده فيديو النهاردة، لو عندك اي اسئلة اسألني. بس كده، سلام.